السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو يحيى بودكاست، ورجعنا لكم مع مادة من 40 درجة. طبعا البودكاست النهاردة هيهتم بيه أكتر طلبة القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والعاشر والمحلة واسكندرية، وبعض الشباب من الصعيد بعتوا لنا طبعا عشان خاطر مادة الألماني اللغة التانية. والنهاردة مع هير محمد نصر، أكبر مدرس ألماني في اسكندرية. خليكم معنا. عمو يحيى Educational Coach. السلام عليكم، ازيك يا هير؟ عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك، عامل ايه؟ ازي حضرتك عمو يحيى، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. ربنا يبارك لك. احنا سعدنا طبعا من حضرتك، شرفتنا النهارده، وطلاب اللي معانا على الصفحه وبيبعتوا لنا بخصوص ماده الالماني قدامها يوم ونص بس. صحيح، الالماني قدامه يوم ونص بس، وده كتير على فكرة، مش قليل عشان الناس ما تتخضش، يعني ده حاجة كويسة جدا على فكرة. طيب جميل، ربنا يطمنك يا رب. ربنا يبارك لك. احنا زي ما بنسال كل المدرسين، عندنا 3 انواع من الطلبه هنناقشهم النهارده وهنتكلم عنهم النهارده. هنخطط لهم اليوم ونص اللي قبل امتحان الالماني. طالب خلص المنهج وراجع، وطالب تاني فاضل له جزء من المنهج لسه ما خلصوش، وطالب التالت اللي هو ربما حصل له ظرف فما قدرش يلم المنهج والماده. بالنسبه له دلوقتي كده هو حاسس بنوع من انواع الضياع. حضرتك بقى نحاول نهندل كل واحد من دول. هنعمل ايه في اليوم ونص بتوع الالماني؟ في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله بإذن الله بالنسبة للطالب الأول اللي هو مذاكر الألماني كويس جدا، هنقول لك هتعمل ايه في أقل من 3 خطوات ان شاء الله بإذن الله. في نص يوم بعد امتحان العربي ترجع من الامتحان، نفصل ما بين العربي وما بين الألماني بدون توتر. ننام ان شاء الله، نقوم من النوم بتاعنا، ننام ساعتين، نريح ساعتين 3 ساعات، ونقوم ونجيب منهج ثالثه ثانوي. والطلبه المتميزه عارفه كويس جدا، لا هقول لك اتفرج على فيديوهات ولا هات مذكرات ولا اتفرج، لا ما تتوهش نفسك. انت اولا هتبدا بمنهج ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي وخصوصا ليكسيون سين، الدرس العاشر، الدرس الالف، ليكسيون 1000، ليكسيون 12 لحد الدرس ال14. عندي 5 دروس، ابدا ذاكر الدروس ده، ال5 دروس في النص يوم. وبعدين بعد كده هقول لك تقوم من النوم الصبح ان شاء الله باذن الله، تبدا تراجع الاوفزاتس بتاعتك. ومواضيع التعبير بتاعتك دي مهمه جدا. ليه؟ لان مواضيع التعبير بتاعتنا اللي انت عارفها كويس جدا، الطالب المتميز، هي نفس المواضيع اللي هيجيب لي منها التكست. بمجرد ان انت تخلص في النص يوم اللي هو يوم الاحد، يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله اول ما هتقوم هتراجع الاوفزاتس، مواضيع التعبير بتاعتك، وتبدا تحل امتحانات. وان شاء الله باذن الله بعد صلاه العصر هتكون خلصت، ما تعملش اي حاجه غير ان انت بتحل امتحانات. وبالنسبه لك اليوم ونص هيكون وقت كبير جدا وكافي جدا جدا جدا. والطلبه المذاكره عارفه كويس جدا ان الالماني يتلم في اقل من يوم. جميل جدا. ده بالنسبه للنوع الاول اللي هو الطالب اللي متابع طول السنه. تمام. اللي مذاكر طول السنه واللي شايفه ان الموضوع بسيط بالنسبه له وسهل جدا، الالماني ماده بالنسبه له سهله جدا جدا. جميل. طب النوع التاني الطالب اللي مذاكر نص نص، هنغير معاه في الاستراتيجيه شويه. هنعمل ايه؟ الطالب بقى اللي هو النوع التاني اللي مذاكر بس في حاجات وقع منه، جميل. هنغير معاه في الاستراتيجيه دي، وهنقول له اولا هيرجع برضو بعد امتحان العربي هننام، لازم نفصل. جميل. وبعد كده تقوم اول حاجه تعملها تمسك مواضيع التعبير بتاعتك تذاكرها. مواضيع التعبير اللي هو الاوفزاتس بتاعتنا. طب ليه الاوفزاتس؟ اولا انا عندي لما بتذاكر الاوفزاتس فانت كده خلصت الجزء المقالي وخدت معلومات ان كل المنهج كل مواضيع التعبير هي المواضيع اللي انا بتكلم عليها في كل الدروس. يعني الدرس الاول مثلا بيتكلم عن الكرانكنايت المرض، الدرس الثاني بيتكلم عن وسائل المواصلات. فانت بمجرد انت تذاكر مواضيع التعبير فانت مبدئيا بتاخد فكره عامه عن الايه، عن المنهج. وبعد كده هتذاكر ادوات الاستفهام. انا بقول لك في النص يوم بالنسبه للطالب الثاني ادوات الاستفهام، ونبدا نحل الايميل بتاعنا. طب تاني يوم نقوم من النوم الصبح، بعد كده ان شاء الله باذن الله في اليوم الثاني اللي هو يوم الاثنين، الطالب اللي هو المتوسط، امسك الدروس بتاعتك، ذاكر اللي انت مذاكره كويس. الدروس بتاعتنا من الدرس العاشر لحد الدرس الكام، ال14. ذاكر اللي انت مذاكره كويس. في عندي مشكله في جزء انا مش مذاكره، في جزء انا مش مذاكره، لازم اعمل له ايه بقى؟ لازم اتفرج على الجزئيه دي، لان احنا بالنسبه لنا هيبقى الموضوع مختلف عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن المواد اللي هي محتاجه ان هو ممكن ما يقدرش يلم دي. في الالماني ممكن تتلم. طب تتلم ازاي؟ انا مذاكر مثلا من اجمالي 5 دروس مذاكر 4 دروس، باقي عندي درس، انا اتفرج الاول على الدرس ده. ويفضل في الايام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي ايام العربي لازم اخد الجزء ده، فعشان ما يبقاش ليله الامتحان
لاول مره بشوفه. مضبوط. وبعد كده ان شاء الله ابدا احل الامتحانات بتاعتي، وهيبقى الموضوع بسيط جدا جدا جدا. يعني الطالب التاني ده اللي هو عنده جزء فيه خلل، يفضل انه في الايام دي يتفرج على الجزء ده. وفي ناس كتيره جدا ما شاء الله ممتازه جدا عامله منظمه المنهج بتاعنا كويس جدا على اليوتيوب، ممكن يتفرج عليها ومتقسمه كويس جدا، سواء كان سيتواسيون المواقف او تكست ازاي يحل تكست او جراماتيك او اي حاجه، والمنهج كله موجود. سواء كان عندي او عند زملاء كتيره جدا منظمين الموضوع ده. فيفضل ان هو ياخد الجزء اللي ناقصه الايام دي، بحيث ليله الامتحان ما تبقاش اول مره ما توترهوش. لو عمل الكلام ده هيبقى ليله الامتحان الموضوع بالنسبه له بسيط جدا، وهيبدا يدخل في الحل ان شاء الله. تمام. الطالب الثالث اخير بقى. الطالب الثالث اللي هو ما ذاكرش خالص طول السنه، او كان عنده مشكله، او كان عشان نكون واقعيين كتير جدا من الطلبه مش بيدي اللغه الثانيه الاهتمام اللي بيديه للفيزياء او للكيمياء او للعربي. الالماني ماده عليها 40 درجه مش زي المواد الثانيه. فبالتالي في بعض الطلبه ممكن تبدا بالاول في اول السنه بتهتم، وتيجي بعد شويه يتضغط في الفيزياء يتضغط في الكيمياء، فبيسيب الالماني خالص، بيجي يحس بالمشكله. دلوقتي هتلاقيهم هم دلوقتي في الوقت الحالي قلقانين قوي وهو بيذاكر عربي من الالماني، لان هو هيتخيل كل المواد قدامها 5 ايام 6 ايام، لكن الالماني قدامه ايه؟ يوم ونص، فيبدا يقلق. اولا انا مش عايزك تقلق خالص، ان شاء الله باذن الله هتقفل الماني. اذا انت ما قلتليش للنوع الاول او للتاني، لا ان شاء الله كلهم هيقفلوا الماني، وخصوصا اللي عنده مشكله في الالماني. بس ننظم الموضوع شويه، نعمل شويه سيستم من دلوقتي. مبدئيا انا عايزك من دلوقتي في ايام العربي تذاكر المنهج بتاعك. طب هذاكره ازاي؟ ذاكر سؤال سؤال. خد سؤال الزيتواسيون لوحده في يوم، وهتلاقي فيه فيديوهات للزيتواسيون مثلا. فانا رجعت الزيتواسيون المواقف، رجعت التكست ازاي احل تكست، فانا عندي خلاص كده ذاكرت التكست، وابدا اذاكر ال5 دروس اتفرج عليهم. كل يوم اخد درسين، فانا هتساوى باللي كان مذاكر طول السنه، مش بنفس القوه، بس على الاقل ليله الامتحان التوتر اللي عندي قل. فانا على الاقل كده انا ايه؟ تمام ومتوازن تمام. لكن ما جيش ليله الامتحان بس هبدا بالقلق وبالخوف والتوتر، وهبدا ابقى خايف. الالماني فيه ميزه عن كل المواد، الالماني بتلم بسرعه جدا جدا. لو انت طالب عندك شويه تنظيم فبتلم بسرعه جدا، لكن لو سبته هيبقى بالنسبه لك تحس ان الماده صعبه جدا جدا. لكن هو الالماني الميزه اللي فيه، لو انا نظمت نفسي في الايام دي ممكن في وقت قليل جدا الم نفسي فيه، وان شاء الله اقفل الامتحان فيه. وان شاء الله باذن الله ده ظننا في ربنا ان هم كلهم الانواع الثلاثه ان شاء الله في اليوم ونص يقدروا يلموا الالماني بشويه تنظيم صغيرين جدا. جميل جدا يا مستر، ربنا يطمنك يا رب. ربنا يبارك لك. عندنا بعض الحاجات اللي البعض كان بيسأل فيها، زي مثلا المقالي اول سنة يعني يبقى في النظام الجديد عليهم مقالي دلوقتي. فحضرتك يا ريت تكلمنا يعني ازاي جو الايميل، وبالنسبة لموضوع التعبير. اولا المقالي ده مفتاح من مفاتيح الالماني. جميل. هتقولي ازاي مفتاح من مفاتيح الالماني؟ عشان كده انا بقول الثلاث انواع لو يفضل ان انت تبدا بالافضل في موضوع التعبير. مواضيع التعبير هي التكست. غريبه جدا، مواضيع التعبير بتاعتي متاخده من الدروس بتاعتي، من عناوين الدروس. لو ندخل على الدرس الاول هلاقي موضوع التعبير عن الكرانكنهايت او بايم ارتست عند الطبيب. انا كده خدت الفكره بتاعت عند الطبيب. الدرس كله بيتكلم لو واحد كرانك مريض وعنده الدكتور. الدرس الثاني بيتكلم على الفركيرزمت الوسائل المواصلات. الدرس او ماين فيجت شولة طريقي للمدرسه او تسور اربايت. الدرس اللي بعده بيتكلم عن الاينكاوفن التسوق. الدرس اللي بعده بيتكلم عن ماين جيبورتستاج. الدرس اللي بعده بيتكلم عن ايلادونج الدعوه. فانا مواضيع التعبير بتاعتي مفتاح من ضمن مفاتيح الالماني. انا لو بدات بمذاكره مواضيع التعبير فانا عرفت المواضيع بتاعتي. ثانيا شال لي سؤال عليه 12 درجه في الامتحان على الاقل. القطعتين اللي جايين من فكره مواضيع التعبير بتاعتي. فانا يفضل ان انا اذاكر مواضيع التعبير، فبالتالي القطعتين اللي هيجوا لي في الامتحان هكون عارف المحتوى او المضمون بتاع القطعتين. الالماني لغه تانية مش زي الانجليش ولا زي العربي، فبالتالي احنا بندور في حوار او في اطار معين ما بيقدرش يخرج عنه. فهتلاقي التكست القطعتين اللي عليهم 12 درجه جايين منين؟ من فكره مواضيع التعبير. طب موضوع التعبير بتاعنا احله ازاي؟ ما انا ما جاوبتش على السؤال بتاع حضرتك. احل موضوع التعبير ازاي؟ باختصار احنا موضوع التعبير بتاعنا بسيط جدا. انا المطلوب مني اكتب من 25 ل 30 كلمه بدون مقدمات عكس الانجليش. وطبعا انا لو مدرس انجليش هقول لك لازم اكتب جملتين 3 مقدمه يقوي الموضوع. الالماني مفيش مقدمات، انا عايز 6 جمل بالظبط.
ويا ريت ما نزودش، عشان بعض الطلبه عندها خلفيه كل ما هتكتب اكتر كل ما فرصك في الفوز تكتر. لا طبعا، لا. الموضوع مش كده خالص. انا بالعكس، انا عايزك تكتب 6 جمل فقط، مش اكتر من كده. تمام. وتراعي 3 حاجات، وانا عايزك تراعي ال3 حاجات دول في سؤالين للمقال. الالماني عكس الانجليش. اللي هو ايه بقى الالماني عكس الانجليش؟ الالماني عندنا بيراعي في المقالي غشت شرايبونج، الكتابه الصحيحه. طب الكتابه الصحيحه باختصار جدا هقولها للطلبه بتاعتنا. تعالى يا حبيبي، بعد ما تكتب 6 جمل 3 حاجات. اتاكد ان بدايه ال6 جمل اول حرف كبير. الفيرب عندنا الفعل في المكان التاني. الفرق ما بين الالماني والانجليش، حضرتك هتقولي طب ما كده زي الانجليزي، بدايه الجمله كابيتال والفعل في المكان التاني. الفرق بقى ما بين الالماني والانجليش اللي بيفرق ان اي اسم عاقل او غير عاقل اول حرف كابيتال. يبقى انا كده ده الغشت شرايبونج بتاعي. نقطتين، الكتابه الصحيحه اللي هي بدايه الجمله اول حرف كبير، الفعل في المكان الكام التاني، وتاكد ان اي اسم بعد الفعل اول حرف كابيتال. كده غشت شرايبونج تمام. ناقص نقطه مهمه جدا، بيديني كلمتين، استخدم الكلمتين دول باي شكل بالمضمون بتاعهم او بزي الكلمتين ما هم موجودين. واحد يقول لي طب لو انا مش عارف معنى الكلمتين، انت لو عارف الموضوع وعارف البيزك بتاع الموضوع، يعني انا احفظ موضوع التعبير ما تحفظ، احفظ المضمون بتاعه، احفظ المعنى بتاع موضوع التعبير، فبالتالي انا مش قلقان من اي موضوع تعبير. لو انا بدات بمواضيع التعبير هيسهل لي حاجات كتيره جدا، هيسهل لي القطعتين اللي عليهم 15 درجه. مواضيع التعبير هي افكار السيتواسيون، المواقف اللي بتيجي في المنهج، فده مفتاح من ضمن المفاتيح. ناقص سؤال اللي حضرتك سالتيني عليه. المقالي عندنا جزئين، موضوع تعبير اللي هو الاوسط، واجابه الايميل. اجابه الايميل في نقطتين. النقطه الاولى حفظ ادوات الاستفهام، لازم تكون حافظ ادوات الاستفهام كويس جدا، لان بيجيب لي سؤالين بس، اجاوب على السؤالين بيجيب جملتين فقط لا غير، وراعي فيهم ريشت شرايبونج اللي لسه قايل عليه، اللي هي بدايه الجمله اول حرف كابيتال، فعل في المكان الكام التاني، اي اسم عاقل او غير عاقل اول حرف كابيتال. كده انا ضمنت ال6 درجات بمنتهى البساطه. ومواضيع التعبير بالنسبه للطالب اللي مذاكر مش تاخد، حتى اللي مش مذاكر مش تاخد منه اكتر من ساعه بالظبط. انا بقى لو طالب متميز هحفظ بيزك لكل موضوع، هحفظ حتى البدايتون بالعربي المعنى بتاع موضوع التعبير. فلما يجيب لي موضوع تعبير عن مرض انا عارف الاساس، اما يجيب لي موضوع تعبير عن التصليح انا عارف الاساس. ده بالنسبه للجزء المقالي، وهو بالنسبه لنا جزء بسيط ومن المفاتيح لو الطالب اهتم بيه. مستر، بالنسبه للمواقف، في ناس كتير بتشتكي منها. يعني ممكن نعدل بس ان هي مش بتشتكي، قلقانه منها. قلقانه منها. طب اقول لحضرتك سبب القلق ايه. اولا ان المواقف تعتمد على الورد شوتس. الورد شوتس اللي هي الكلمات. بعض الطلبه عندها مشكله في كلمات الالماني، انا ما حفظتش كلمات كتير وانا تايه. اولا بفضل الله عز وجل السنه دي، هقول لك انا السنه دي المواقف بقت 6 مواقف بس، وعليهم 9 درجات. ما دي حاجه تقلق. 3 مواقف ب3 درجات و3 ب2، فبالتالي عندي كام 9 درجات على 6 مواقف. طب المواقف هتيجي ازاي منين؟ هقول لك انا، مش انا قلت في البدايه ان هو يراجع الدروس ال5 دروس بتوع ثالثه ثانوي، كل درس فيه كلمات، فيه فورد شوتس، راجع الفورد شوت بتاعته، كل درس فيه جراماتيك، كل درس فيه موضوع تعبير. انا لو انا بدات بمواضيع التعبير ورجعت الفورد شوتس فانا ضمنت سؤال المواقف. سؤال المواقف بتاعنا هيجي من الفورد شوتس بتاعت الدروس بتاعت ثالثه ثانوي. طب وثانيه ثانوي اولى ثانوي ما فيهاش نفس الاهتمام بتاع ثالث ثانوي. يعني تقريبا معظم الاسئله كلها او نكاد نقدر نقول كل المواقف بتيجي من سنه كام ثالث ثانوي. فلو انا رجعت الفورد شوتس بتاعت ثالث ثانوي انا بالنسبه لي سؤال المواقف بقى سهل جدا 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 وبمنتهى البساطه. بس يعني بلاش نحل مواقف غير لما راجع الكلمات بتاعت المواقف الاول. جميل جدا. هير الجرامر او يسموه جراماتيك في الالماني. جراماتيك. تمام. ازاي الطلبه يعني يحاولوا يلموه في اليوم ونص دول؟ هو احنا في عندنا لبس بسيط. اللبس ده انا عايز اوضحه لطلابي، ان انا عندي جراماتيك من اولى ثانوي لحد سنه كام ثالثه ثانوي. انا قلت لي في البدايه نبدا بدروس ايه ثالث ثانوي، فانا الجراماتيك اللي بيجي في الامتحان على وجه التحديد 11 سؤال، 11 سؤال من ثالثه ثانوي. فانا هبدا، انا عندي 5 دروس. ال5 دروس دول بيتكلموا عن قواعد معينه. انا لو خدت جراماتيك اولى ثانيه ثالثه هاخد وقت كبير جدا، لكن ثالث ثانوي انا هذاكر درس، ويفضل يعني انا هذاكر كل درسين واريح نص ساعه. هذاكر الدرس العاشر والدرس ال14، والدرس ال14 بيجي منه في الغالب 4 اسئله. الدرس العاشر بيجي منه في الغالب سؤالين، سؤال على الافعال الناقصه على فعل زولن، وسؤال على ضمائر الملكيه. الدرس ال14 بالرغم انه اسهل درس
بس بيجي عليه 4 اسئله. سؤال على الروابط، سؤال على الدمار الشخصيه في الاكوزاتيف، سؤال على فعل ميرجن او فعل فيردن. برغم انه درس سهل جدا، فانا بعد ما ذاكرت الدرسين دول اريح نص ساعه افصل، وبعدين اذاكر الدرس ال11 لوحده اللي هو بيتكلم على حروف الجر. حروف الجر بالنسبه لبعض الطلبه بتعتبرها حاجه صعبه جدا، والكلمات بتاعت حروف الجر لا، عشان ما تقلقش نفسك، الكلمات اللي انت عايز تعرف الارتيكل بتاعها الادوات بتاعتها موجوده في ورقه المفاهيم. تمام. بين انا افهم الجزء بتاع القواعد بتاع الدرس ال11، اخد الدرس ال11 وافصل، وبعدين اسيب الدرس ال12 لو بتكلم على حروف الجر الزمنيه، لان برضو حروف جر، واخد الدرس ال13 اذاكره، وبعدين اذاكر حروف الجر الزمنيه. وحروف الجر الزمنيه يفضل ان انت تركز على ادوات الاستفهام بتاعتها. انت كده بمجرد ما تخلص منهج ثالثه ثانوي جراماتيك، انت كده لميت كل القواعد بلا استثناء. لو انت خلصت الجزء ده ابدا حل امتحانات. طب وجراماتيك اولى وثانيه ثانوي ابدا حل امتحانات لو سمحت، حل امتحانات جراماتيك. واحنا عندنا الموضوع مختلف شويه، انا ما بفضلش ان انا احل امتحان من اوله لاخره، لا، اخد سؤال الجراماتيك في كل الامتحانات، سؤال المواقف في كل الامتحانات. بعد 3 4 امتحانات هتلاقي الطالب حافظ الامتحان. بس يحل الشامل على بعضه. لا يعني بعد ما احل 5 6 امتحانات بعد كده احل شامل على بعض، تمام، لان هحفظني تكرار الاسئله عشان ياخد سنس الامتحان الشامل. جميل جدا. حضرتك بتفتح لنا باب ان احنا كان بعض الناس مهتمه تعرف هل منهج اولى وثانيه هل هم مطالبين بيه في الامتحان دوت ولا لا؟ بس ما حدش يقدر يجزم ان هم مش مطالبين بيه، بس لما نيجي نتكلم مثلا على منهج اولى ثانوي، منهج اولى ثانوي ما فيهوش حاجه، ما فيهوش حاجه تيجي ثالث ثانوي. كل الاسئله اللي فيه اسئله بسيطه جدا وسهله جدا ومتكرره. يعني انت بتتكلم على المضارع البسيط والضمائر الشخصيه، وبالمناسبه بقى الضمائر الشخصيه يعني ده الضمائر الشخصيه مفتاح زي موضوع التعبير. مفتاح ازاي؟ انا طالب عندي مفاهيم، المفاهيم دي لما ادي لك الفعل متصرف، لما ادي لك الفعل ده في كل الازمنه في ورقه المفاهيم، طب انا طالب احل، لا لازم ترجع بقى للضمائر الشخصيه. الضمائر الشخصيه بتاعت اولى ثانوي اللي هي ماشيه معايا ثانيه وثالث ثانوي مفتاح من ضمن المفاتيح تخلي بالك منها. انت لو خليت بالك من الضمائر الشخصيه ده جزء مهم جدا. لكن جراماتيك ثانيه ثانوي البيرفكت والحاجات دي كلها ما فيهاش نفس اهتمام ثالث ثانوي. يعني نقدر نقول باختصار شديد الاساس ثالث ثانوي. الاساس ثالثه ثانوي. طيب بالنسبه للكلمات حضرتك تنصح ازاي الطلبه اللي ما لحقوش يحفظوا كم كافي من كلمات؟ بص يا عم، موضوع الكلمات ده يعني انا بتسأل فيه كتير جدا من كل الطلبه بتاعتي، تمام، وبشفق عليهم. الطالب دايما لما يحس ان هو ضايع يبدا اول حاجه يفكر فيها بالنسبه للغه احفظ كلمات، وظنا منه ان حفظ الكلمات هينجيه. حفظ الكلمات ده انا ما عنديش ترانسليشن، ما عنديش ترجمه، مفيش اوبرزيتسون في الالماني. انا محتاج الكلمات، محتاج الكلمات، محتاجها في التكست، محتاجها في السيتواسيون. بس انا لو ذاكرت بنفس الترتيب اللي انا قلته قبل كده هتلاقي الموضوع بقى بسيط جدا. انا عندي 5 دروس، ابدا الدرس العاشر راجع الورد شوتس بتاعته كلمات، وتراجعها ما تراجعهاش بورقه وقلم، هتاخد منك وقت كبير جدا. اقرا الكلمات 5 6 مرات. موضوع التعبير بيناقش نفس الكلمات، المواقف بتناقش نفس الكلمات، فبالتالي انا بمجرد ان انا اذاكر الدرس الجراماتيك بيناقش نفس الكلمات، نفس الموضوع بتاعي، فهتلاقي نفسك الورد شوتس اتكررت بالنسبه لك كتير جدا. خش بقى حل امتحانات، نادرا لما تلاقي كلمه صح، نادرا. ده جزء بالنسبه للفورد شوتس. لكن انا ما امسكش ورقه وقلم اقعد احفظ فورد شوتس ليله الامتحان، هضيع مني وقت كبير جدا 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 جدا. ومفيش امتحان الماني بيعتمد على الكلمات بس، الكلمات ده جزء من ضمن الاجزاء اللي انا لو ذاكرت الدروس انا كده لميت الايه، الفورد شوتس او الكلمات. جميل جدا. والله يسعدنا بلقاء حضرتك يا محمد، ونتمنى ان شاء الله يعني باذن الله يبقى لنا لقاء تاني للناس اللي داخله بقى ثالثه باذن الله، بس بعد ما الشباب بتوع السنه دي يمتحنوا. حابب حضرتك توجه اي نصيحه تانية لطلبه الثالثه في اليوم ونص بتوع الامتحان دولت؟ وانا ينفع اوجه لهم نصيحه في الامتحان؟ جميل. يعني في اليوم ونص، اداره اليوم ونص لو هم منظمين ونظموا نفسهم بنفس الطريقه فالالماني يتلم بسهوله جدا ان شاء الله. وظننا في ربنا ان هم كلهم يقفلوا الالماني والالماني يجي سهل ان شاء الله، يحلوه كويس جدا 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 جدا. وانصح الناس اللي احنا قلنا عليهم النوع الثالث اللي ما كانش بيذاكر، ادي الالماني اهتمام في الوقت ده. بعيد تاني الكلام قبل العربي ادي له اهتمام دلوقتي عشان ما يبقاش ليله الامتحان لاول مره. هتلاقي الموضوع بسيط جدا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه بقى لطلابي في الامتحان، اتعامل ازاي مع الامتحان؟ الامتحان شويه في الالماني مختلف عن المواد التانية. الطالب بيجي يحل التكست B2، لو سمحت في التكست، لو سمحت اكلم الطلبه بتوعي، لو سمحت يا حبيبي في التكست ما تبداش بالتكست، ابدا بترجمه الاسئله، وده هيفرق معاك كتير جدا. ترجمه الاسئله هتخليك تعرف البدايته بتاع التكست،
النص بيتكلم عن ايه، فالرهبه بتاعتي ضاعت. بمجرد ما تترجم الاسئله عرفت المضمون. في اول سؤال عندك في التكست النص بيتكلم عن ايه، ممكن ترجمه الاسئله تخليني اعرف السؤال الاول. دي اول حاجه. لو انا ترجمت الاسئله مش هقف على الكلمات الصعبه اللي حضرتك قلت في طالب عندها مشكله في الكلمات الصعبه، لان هيبقى انا عندي تكست كامل فيه 6 اسئله، 6 اسئله مش هعالج كل الكلمات. أيوة. وحتى الكلمات الصعبه اللي مسموح بيها في التكست ما تجيش في الاسئله، فبالتالي الفضول اللي عندنا هيختفي بترجمتي للاسئله. هقرا القطعه وهيبقى تركيزي على اجابه السؤال. بالنسبه لسؤال الموقف اللي هو 6 اسئله، حضرتك اقرا الموقف قبل ما تجاوب وتختار 3 مرات، وركز على اخر حاجه مكتوبه، لان المطلوب بيكون موجود في اخر كلمه في الموقف. ماذا تقول، ماذا يقول هو، فتخلي بالك من المطلوب. بالنسبه لسؤال الجراماتيك ركز كويس جدا، ركز كويس جدا، انه مش هيكرر اسئله، فهو هيدي لك السؤال على كل قاعده فيه. في سؤال عندك 11 قاعده ب 11 سؤال، حضرتك لو سمحت اقرا السؤال كويس جدا، لانه ربما يكون الخدعه في حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه في اداه، ممكن يكون في كلمه، فانت تخلي بالك. الجراماتيك هيجي سهل جدا، بس احيانا من السهوله الطلبه بتنخدع. اخر سؤال بقى موضوع التعبير والايميل، ممكن من حقك تعيد تاني لان ده جزء كتابي. لو في وقت عيد، ووقت الالماني وقته كبير جدا، 2 للطالب اللي مذاكر والطالب اللي مش مذاكر. انا بعد ساعه تقريبا بخلص الامتحان، فلو سمحت وانت بتحل ما تراجعش اجابتك، راجع السؤال بالاجابه تاني، وان شاء الله باذن الله كلهم هيحلوا كويس جدا باذن الله. بشكر حضرتك يا محمد نصر، واتمنى يكون طلبه استوفينا كل الاسئله اللي انتوا باعتينها، وان شاء الله نوعدكم ببودكاست عمو يحيى تاني مع بقيه المواد. شكرا لكم.